السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض النهارده وصفة اقتصادية ومشبعة من غير لحمة ولا فراخ. تعالوا نعمل مع بعض الخضار الجميل ده، بجد من طعمه هيعجبك جدا. هتقولي احلى ما بحط فيه لحمة او بتعملي معاه فراخ. وتعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا. معايا هنا كوسة وبطاطس وجزر مقطعهم بالشكل ده، مقطعنا بالقطاع بتاعه البطاطس والمخللات، عامله شكل جميل جدا. طبعا غسلنا الخضار ده كويس وصفيته كويس من الميه وقطعته بالشكل ده. طبعا كميه الخضار على قد ما انت هتعملي براحتك. معانا هنا معلقتين كبار زيت ومكعب زبده، وهننزل بالخضار نشوحه. هنضيف ملح وفلفل اسود ربع معلقه صغيره ربع معلقه صغيره، وهنفرك مكعب مرقه وقرن فلفل حار، وهنشوح بقى الخضار ده كله مع بعضه. عايزين الخضار بتاعنا يتشوح كويس جدا، مش عايزين ان هو تقلبتين وبس، لا عايزينه يتشوح. هنغطيه ونسيبه. تعالوا بقى معانا هنا بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل رومي، هنقطعهم قطع بالشكل ده. بعد ما نقطعهم هنضيف لهم ربع معلقه صغيره ملح وربع معلقه صغيره فلفل، وهندعكم كويس جدا. عايزينهم يتهرسوا معانا. بصوا الخضار بعد ما سبته متغطي شويه لمده 5 دقايق، احنا عايزين الخضار يدبل معانا كده. اهم حاجه احنا عايزينه يتشوح على نار عاليه، ما تهديش النار وتابعيه عشان خاطر ياخد طعم حلو. معايا كيس خضار مشكل متفرز بسله وجزر وفاصوليا ضفته عليه. معانا هنا معلقه صلصه طماطم ومكعب مرقه وهريسه ومعلقه سكر. هنقلبهم كويس جدا، هنضيف لهم الميه وندوبهم مع بعض كويس جدا. تعالوا بقى نشوف الخضار بتاعنا بعد ما تشوح مع بعضه. ضفنا هنا البصلايه والطماطميه وقرن فلفل رومي. بعد كده ضفنا كوبايه صلصه الطماطم اللي عملناها. هنظبط بقى الملح والفلفل عشان يبقى الطعم معانا مظبوط، دي اهم حاجه. بعد كده هنضيف كيس صلصه طماطم متفرز. ما عندي كيس صلصه طماطم متفرز طبعا ضيفي عصير طماطم عادي. بسم الله ما شاء الله، بيغلي معانا لمدة دقيقتين. بعد كده هندخله الفرن. بعد ما طلع من الفرن بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ تحفة بجد، طعمه تحفة ودايب ومستوي، مش محتاج ولا لحم ولا فراخ ولا اي حاجة، واكلة مشبعة وخضار مفيد لينا ولاولادنا. ولو اول مرة تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم فيديو جديد ووصفة من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.